السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في القناة من جديد. أنا أحمد عباس، وفي الفيديو ده هتكلم على حاجة الصراحة خدت مني وقت كتير في التفكير. هل يا ترى أعمل فيديو بيتكلم في القصة دي ولا أعمل نفسي مش واخد بالي؟ لكن في الآخر الواحد بيستجمع أفكاره وبيستجمع شجاعته عشان في الآخر يعمل الحاجة اللي يمليه عليها ضميره ويبقى راضي عن اللي عمله. النهارده هتكلم على خلينا نسميها المشاحنات اللي كتير قوي مننا شافوها على وسائل التواصل الاجتماعي ما بين المصريين اللي هم اهلي وما بين السعوديين، الناس اللي استضافوني وقعدت في البلد بتاعتهم حوالي نص عمري. لان انا واحد من الناس اللي زعلت حقيقي لما شفت الكلام او الاتهامات المتبادله والتنديدات المتبادله ما بين الطرفين، لان انا بحب دول وبحب دول، وشفت الكويس من دول وشفت الكويس من دول، وشفت السيء من دول وشفت السيء من دول برضو. لكن في الاول وفي الاخر بيبقى الحاجة الاساسية ان انا ممتن للمكان ده وللمكان التاني كمان اللي انا بعتبره كوطن تاني ليا، بحكم ان انا قضيت فيه نص عمري تقريبا. خلينا نتكلم بارقام محددة. انا كنت في السعودية من ساعة ما كان عندي 4 سنين لحد ما بقى عندي حوالي 15 سنة. يعني انت بتتكلم على التنشئة الأولانية اللي بيحصل فيها غرز المبادئ أو القيم الأساسية كانت في السعودية. فدي حاجة أنا يعني قررت إن أنا أتكلم فيها لكذا سبب الصراحة. واحد من الأسباب المهمة جدا إن أنا حابب إن ما يبقاش كل المحتوى اللي انا بعمله شفت المكان الجميل ده، شفت انا جبت ايه، شفت طريقة التصوير الجديدة. يعني حابب ان يبقى في كونكشن ما بيني وما بينك انت وانت بتتفرج عليا، وتبقى عارف مين الشخص اللي ورا الكاميرا ده. فحابب ان انا اتكلم عن القصة دي بدون استفاضة قوي في my own background او في الخلفية بتاعتي. الحاجة التانية ان interestingly enough لقيت ان معظم المتابعين للقناة بتاعتي طبعا وان قل عددهم لانها قناة جديدة ولسه طبعا محتاجة مجهود ربنا يقدرنا عليه ان شاء الله، لكن لقيت ان جزء كبير جدا من المتابعين اللي بيتابعوني من المملكة العربية السعودية. وخلينا نقول ان دي صدفة جميلة انا ما كنتش عامل حسابها، لان انا حتى وانا بفكر في التارجت اودينس دايما كنت بفكر في الناس اللي في مصر. عشان كده حتى لهجتي وطريقة كلامي وكل حاجة ادابتد اكتر للباك جراوند دي او للناس دي. لكن الصدفة الجميلة دي ليها تفسيراتها برضو، وجزء من تفسيرها في اعتقادي ان في جالية سعودية كبيرة في بورنموث، لان بورنموث من الاماكن اللي الناس كتير قوي بتجيها من دول الخليج عامة ومن السعودية خاصة لدراسة اللغة الانجليزية. لكل متابع ليا من السعوديه احب احييك واحب اقول لك ان انا زي ما بحب الطعميه انا بحب الكبسه جدا، وبحب العيش التميس، وبحب اللبن الرايب، واتربيت على الحاجات دي بجانب حاجات تانية كتير قوي ملهاش علاقه بالاكل، عشان مش كل حاجه ليها علاقه بالاكل. حاجات جميله جدا شفتها في السعوديه. لو جيت سألتني لو لخصت لي أو لخص لي فضل السعودية عليك في كلمتين، هقول لك بعد ما يعني أنا سبت السعودية وأنا عندي 15 سنة زي ما بقول لك، وأنا دلوقتي في الثلاثينات، فعمر كبير قوي عدى. فلما اجي ارفلكت او ارجع بافكاري كده واقول من اكتر الحاجات اللي انا ممتن بيها، هقول لك كان الاهتمام بتنشئة مبادئ حصلت لما كنت عندي 4 5 سنين من ساعة سن الروضة. انا كنت في مدرسة اسمها التربية الاهلية، وبالمناسبة كانت المدرسة بتاعتي اسمها استاذة صابرين وكانت مصرية. والمناهج هناك يعني لو افتكر حاجه فضلت يعني ملازماني في كل بقى المواقف اللي انا مريت بيها في حياتي، كان حديث نبوي. الحديث النبوي ده عشان انا اتعلمته وانا صغير ففضل مكمل معايا في مواقف كتيره قوي مريت بيها في حياتي. انا مش هقول الحديث كله عشان مش ده اللي احنا في صدده، لكن جزء منه كان بيقول: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء ما نفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الكلام ده أنا كنت بتعلمه وأنا عندي 5 سنين، وكنت بتعلمه علشان ده جزء من المنهج اللي أنا لازم أتعلمه.
لكن وطبعا كان بيتشرح لنا معنى الاحاديث دي ومعنى كل الكلام ده، لكن عمرها ما كانت بتريزونيت معايا او بتسمع معايا اكتر مما لما شفتها على مدار حياتي بعد كده، من المشاكل اللي الواحد بيمر بيها والاختبارات اللي بيمر بيها، فيرجع يفتكر ان ده ايه، مش حدش هينفعني او هيضرني الا باذن ربنا. فالحاجات دي حاجات انا ممتن ليها، لان الكلام ده انا اتعلمته في السعودية. عرفت ايه الصح وعرفت ايه الغلط وعرفت ايه الحاجات اللي هتثبتك. يعني هديكم مثال بسيط جدا. ثواني. واحد من الكتب اللي انا ما بروحش مكان الا لما يبقى الكتاب ده معايا، المصحف ده. المصحف ده كان اول مصحف جالي هدية، وده لما كان عمري 6 سنين. كان في مدرسة التربية الأهلية برضو، علشان كان هدية من الأستاذ بتاعي على إتمام حفظ جزء عامة. فدي كلها حاجات أنا ممتن بيها جدا للسعودية. يكفي ان انا لما اجي مثلا اقرا مثلا في المصحف، او حد يشوفني وانا بقى يعني بنصلي ولا حاجه يقول لي طريقه قراءتك للقران مختلفه، احنا مش متعودين على القراءه دي. ليه؟ علشان انت كنت في السعوديه. يكفي ان انا عارف ترتيب الشهور العربي. يعني الموضوع بجد يكسف جدا لما تيجي تسال حد، وفي ناس كتيرة للأسف كده، وما يبقاش عارف ترتيب الشهور العربي، مش عارف فين جماد الأول وفين شوال وفين، يعني الموضوع ده يعني صعب. فدي حاجات أنا ممتن بيها جدا للسعودية، حاجات اتعلمتها هناك وفضلت معايا، أثرها فضل موجود. فدي حاجة من الحاجات. لو جيت قلت لي لخص لي تجربتك في السعودية، هقول لك هو دي أهم حاجة، النشء الأولاني اللي حصل برسخ شوية مبادئ. المبادئ دي هتفضل معاك طول حياتك مهما حصل، انت خلاص الكلام ده جزء من عقيدتك. فدي حاجة أنا ممتن بيها جدا للسعودية. تعالى على الجانب الآخر، إيه الحاجات اللي أنا يعني الحاجات اللي أنا ما كنتش مبسوط بيها؟ حصل طبعا حاجات ما كنتش مبسوط بيها، وفي حصل حاجات لسه لما أجي أفكر فيها لحد دلوقتي تضايقني. يعني هديك مثال من الأمثلة، وده مثال يعني حتى إيه، مش اقوى الامثله، لكن مثال. مثلا انا كنت متفوق في المدرسه اللي انا كنت فيها، وكنت على طول بطلع الاول على المدرسه. ففي شهر انا افتكر من الشهور انا رجعت لوالدي ببكي، فبيقول لي انت بتعيط ليه؟ فقلت له علشان انا الهديه بتاعه التكريم خدها حد تاني، رغم ان انا جايب في النتيجه احسن منه. فطبعا والدي اتضايق جدا وراح اتكلم مع مدير المدرسه. يعني انا الولد عندي جايب نتيجه اعلى، المفروض ان الجايزه دي بياخدها، التكريم ده بياخده اللي جايب اعلى نتيجه. فقال له ما هو انت ابنك بيطلع الاول كل شهر، فاحنا عايزين نشجع بقيه الناس. فكان والدي في كلامه معاه بقى اللي هو طب انت اثرت على نفسيه الطفل كده، لان هو اجتهد علشان يحافظ على المركز ده، وانت عشان تشجع حد تاني فرحت مديله التكريم. طب ما تعمل تكريم للاولاني والتاني والتالت مثلا يعني. فده مثال من ضمن الامثله اللي هو حسيت ان فيها ايه، ده في تفرقه. ليه التفرقه دي؟ من ضمن الحاجات مثلا اللي ما كنتش مبسوط بيها برضو، ان كان في ناس كتيره جدا في المدرسه بتتريق على اللهجه بتاعتي. طبعا الكلام ده واحنا كبار كده يعني مش هيفرق، لكن وانت طفل عندك 6-7 سنين وتلاقي حد بيتريق على الطريقه اللي انت بتتكلم بيها، الموضوع بيأثر نفسيا جامد فعلا يعني. فدي من ضمن الحاجات اللي مش كويسه قوي اللي افتكرها حصلت لما كنت في السعوديه. خلينا نتكلم على الجانب التاني بقى. يعني انا رجعت مصر على ثانوي. فكر والدي ساعتها ان هو لازم الولد ينزل وياخد فرق الثقافات وفرق طريقه التعامل وفرق كل حاجه في ثانوي قبل ما يخش الجامعه. وهو طبعا في ساعتها كان تحدي جامد قوي بالنسبه لي، بس لما ارجع ابص كده وريفلكت اقول ان هو ده كان القرار الصحيح طبعا. لان بيبقى في صدمه بتحصل في الاول، واول صدمه حصلت ان انا اول ما نزلت مصر انا نازل بلدي بقى، فاهم، رايح اعمل صحاب بقى، ورايح يبقى ليا الجانج بتاعتي، ورايح اختلط بالناس بقى واعرف ثقافه بلدي وادخل مع الناس كده. فكان من اول الحاجات اللي حصلت في اولى ثانوي ان وانا جاي بتكلم مع الناس، يعني هم مش عايزين يتكلموا معايا، يعني فاهم، انت جاي من بلاد الخليج، روح هناك للكبسه اللي انت كنت بتاكلها. طب انا مش فاهم، هي الكبسه مضايقاهم في ايدي حاجه، والحاجه التانيه طب ليه؟ ما انا مصري في الاول وفي الاخر يعني، فاهم، وبتكلم زيك. قال لي، فكان في كلام يعني، في حوار انا فعلا ما انساهوش. شوف الكلام ده بكلمك كنت صغير ساعتها جدا، كان سني صغير، لكن في حاجات بتعلم ما بتنساهاش. فكان الرد كان قال لي احنا مش عايزينك، وهو ده كان الزعيم بتاع الفصل ساعتها وبيتكلم بالنيابه عن الفصل، احنا مش عايزينك، انت مش مننا.
فطبعا رجعت برضو وكنت متضايق جدا، وقعدت اتكلم مع والدي ووالدتي وحصل كذا ومش عارف ايه وكلام زي كده. قالوا لي احمد انت شاطر، فركز في الحاجه اللي انت شاطر فيها واثبت نفسك عن طريقها. وقد كان فعلا. في اول سنه في ثانوي رحت مرتب على المدرسه. فطبعا الناس بدات تبص مين ده اللي احنا ما نعرفوش وما نعرفش تاريخه وما نعرفش اي حاجه وجاي ايه يرتب علينا. والايه اتقلبت، بقيت انا بدل ما انا كنت بسعى ان انا اعرف الناس ومش الناس مش عايز تعرفني، بقيت بوبيولر جدا في المدرسه، والناس هي اللي بتسعى انها تتعرف عليا، لان جمعت ما بين كذا حاجه، ما بين ان انا كنت بذاكر وانا من الناس اللي كنت بقول انا بذاكر وبقول يعني ما بخبيش ولا اعمل نفسي ناصح ولا اي حاجه من الكلام ده، انا كنت صريح جدا. والحاجه التانيه ان انا كنت بحب اتكلم مع الناس، يعني لو حد جه سالني مثلا طب انا مش فاهم الحته الفلانيه، لا تعالى اشرحها لك، لا انا مش عارف احل الحاجه الفلانيه، لا تعالى اوريك بتتحل ازاي. فكان عندي حته المشاركه دي، ما كنتش ببخل بالحاجه. فالايه اتقلبت وبقيت جزء من الناس، والناس بقت هي اللي تسعى تعرفني لحد ما دخلت كلية الطب. وبعدين حصل معايا زي ما حصل مع ناس كتيرة جدا، ان انت بتتصدم بقى ان دراستك حاجة وان واقع العمل دي حاجة تانية خالص، ولا ليس لها اي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بدراستك. فالآية مقلوبة شوية، بمعنى ايه؟ ان الدكاترة مش مقدرين على علمهم ومش واخدين حقوقهم كناس اجتهدت في حياتها عشان توصل لحاجة، وفي ناس تانية كويسين برضو ما بنقولش حاجة، بس اجتهادهم ما كانش على قد اللي هم ايه وصلوا له في الحياة العملية. وده موجود في كل بلد، لكن للأسف في مصر الموضوع زيادة شوية. فدي من ضمن الحاجات مثلا اللي ضايقتني في مصر، انا ازاي ابقى اجتهدت وعملت وبتاع وكلام زي وما لقيتش مردود للي انا عملته ده. لا بالعكس، كنت تايه ومش عارف طريقي ومش حاسس ان انا واحد من الناس الناجحة ومش فاهم انا غلطت في ايه عشان اوصل لان انا ابقى شاكك في اللي انا عملته او في اختياراتي اصلا من الاول للاخر. فدي برضو حاجة من ضمن الحاجات اللي انا ما كنتش مبسوط بيها في مصر. لكن افتكر برضو لمصر مثلا لبلدي ان هي اللي علمتني، البلد دي هي اللي خدت فيها التعليم اللي انا بشتغل بيه دلوقتي في انجلترا، وانا ام رابنج شولدرز دلوقتي مع الانجليز زيه. طب الكلام ده جه منين؟ الكلام ده جه من التعليم اللي انا خدته في مصر. فاللي عايز اقوله من الاخر ان المشاحنات اللي بتحصل دي، وان احنا نقعد نتهم بعض، وده يقول لده يا طعميه وده يقول لده يا كبسه، يعني حاجة بجد تكسف، يعني حاجة بجد تكسف جدا يعني. اتمنى ان الفيديو ده يبقى وصل لك جزء كده من الباك جراوند خفيف عني وعن البيئة اللي انا اتربيت فيها وطلعت فيها، وعن بعض الصعوبات اللي انا واجهتها في حياتي باختصار، وتبقى فكرتك ان احنا في الاول وفي الاخر اخوات، مصري سعودي يمني جزائري، كل الناس دي احنا كلنا الامة العربية، وعندنا هدف كبير، وعندنا يوم هنجري كلنا لما الشجر يتكلم. الكلام ده اتعلمته في السعودية وعارف انه هيحصل، لكن ان احنا ده يبص لده يتريق على ده وده يتريق على ده وننسى الهم الاكبر اللي احنا فيه، فدي للأسف خيبة. هو الفيديو قلب جد قوي مني وده ما كانش الغرض، لكن الحاجات اللي انا شفتها على السوشيال ميديا الصراحة اثارت فيا حاجات كتير قوي، وحبيت اشاركها معاكم، لان انا متاكد ان مش انا لوحدي اللي مريت بالتجارب دي. في ناس برضو على اختلاف ظروفها هتلاقيها اتربت في اكتر من بلد وبتحب وعندها امتنان للبلاد اللي هي اتربت فيها او نشأت فيها. واعتقد ان هي دي الناس اللي لما هيطلع اصوات الناس الكتيره قوي اللي هتقعد يبقى فيها اتهامات لان هم مش فاهمين، هي دي الناس اللي المفروض تستب فورورد او تتقدم وتقول لا ثواني، ده احنا شفنا الكويس من هنا وشفنا الكويس من هنا، والناس مش وحشة او مش ما فيش عداوة زي ما انتوا فاكرين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعم القناة بان انت تعمل لايك وتسبسكرايب للقناة، ولو ما عجبكش عادي كان يعني اسمع الكلام من ودان وطلعه من ودان تانية كأنك ما سمعتش اي حاجة. يلا اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.